ودلوقتي طبعا الدور على المايكارديال انفاركشن. نتكلم على الاكيوت كوروناري سندروم اللي هي بتشمل لما حد بقى يكون عنده انستيبل انجينا وتتقلب بمايكارديال انفاركشن. بدايه موضوع المايكارديال انفاركشن في طبعا تفاصيل مهمه جدا، بس ندخل كده بمقدمه عن شويه حاجات في الهيموداينامكس، شويه حاجات في الاسباب بتاعته، شويه حاجات في الكلينيكال بريزنتيشن قبل ما ندخل على المعلومات الثقيله. طيب، اول حاجه سؤال كده لطيف جدا، قال لك واحد عنده اكيوت ام اي وجاي لك يا استاذ يا دكتور بعد ما عرفت بالكاردياك انزيمز والاي سي جي ان هو اكيوت ام اي، ضغطه واطي، في عنده باي بازلر كراكلز، يبقى ده ايه ده؟ الناحيه الشمال باظت، الليفت هارت باظ، لا بيطلع دم وفي نفس الوقت الدم متراكم وراجع ورا على اللنج فعامل لي باي بازلر كراكلز. الحاجه الثالثه لقينا سيستوليك ميرمر عند الايبكس، سيستوليك ميرمر. لو تفتكر في ستيب 1 كان من ضمن الكومبليكيشنز المهمه كنا بنشوفها، هنجي لها طبعا بالتفصيل النهارده، ان يحصل مايترال ريجرجيتيشن، اكيوت مايترال ريجرجيتيشن، البابيلاري ماسل بتفصل لاي سبب بقى، في اسباب كتير هنتكلم عليها او مش كتير يعني، بس المهم ان هي تقف البابيلاري ماسل فيحصل مايترال ريجرج، فده يعمل لي سيستوليك ميرمر. طيب البوينت اللي هنا بقى حته التريكي في السؤال ده، قال لك الليفت اتريال سايز نو تشينج. تريكي ليه الحته دي؟ احنا بنقول، حد يقول لي ما انت دلوقتي اتكلمت ان الدم بيرجع من الفنتريكل فوق على الاتريوم وبالتالي بيحصل لانج كونجيشن اللي عمل كراكلز، ازاي الليفت اتريال سايز نو تشينج؟ هو قال لك طبعا الليفت فنتريكولار اند دايستوليك بريشر انكريزد، طبيعي هو مش بيطلع دم والدم عمال يتراكم جواه كتير، فطبعا الليفت فنتريكل البريشر هيكون عالي. بس هو بيقول لك ايه؟ ليفت اتريال سايز، مش ليفت اتريال فوليوم، مش ليفت اتريال بريشر. المعلومه اللي احنا عايزين نطلع بيها عشان ما تلخبطش تقول له ايوه دي ام اي وتبصم بالعشره انها ام اي، حجم الليفت اتريوم مش لازم زي ما هو كاتب لك كده اهو يكون في اكيوت تشينج في الحجم نفسه، هيكون في تشينج في الفوليوم اللي جواه، في البريشر اللي جواه، انما الليفت اتريوم مش لازم يبقى دايليتد. تمام؟ عشان بس المعلومه دي ما تلخبطناش، كل الشواهد بتقول ان دي ام اي، خلاص الحته دي ما تلخبطكش، ان هو الليفت اتريال سايز ما كبرش، عادي ان هو ما يكونش كبير في الاول. بيقول لك ايه تشخيص واحد، السؤال ده احلى من اللي قبله ويلخبط اكتر منه كمان. واحد دخل عمل عمليه لانج بايوبسي، تمام؟ ايه بقى اللي طلع بيه؟ قال لك بعد العمليه severe shortness of breath وchest pain. طبعا دي حاجه نون سبيسيفيك، في اسباب مختلفه للموضوع ده. حاجه بعد كده قال لك في decreased cardiac output، ايه ده؟ الهارت ليه مش شغال؟ وكمان في انكريز حاجه اسمها pulmonary capillary wedge pressure. يطلع ايه ده؟ لو انت تفتكر برضو معايا من ستيب 1، البلمونري capillary wedge pressure ده معبر عن الضغط داخل الليفت اتريوم، بنقيسه بحاجه اسمها سوان جانز كاثيتر، تدخل من الناحيه اليمين في الهارت وتمشي من خلال pulmonary trunk والحته دي لغايه ما توصل بالبالونه بتاعتها للاخر خالص، فبتديني انديكيشن عن الضغط جوه مين؟ الليفت اتريوم. فمعنى ان يكون البلمونري كابيلاري ويدج بريشر زياده يبقى فيها ايه؟ الليفت اتريال بريشر كبير، يبقى في مشكله في الليفت اتريوم، في مشكله في الهارت نفسه، اللي هي طبعا مؤكده بان في ديكريزد كاردياك اوتبوت. ايه التركيه في السؤال ده؟ ما انت ممكن تقول لي سهل، ما احنا بنتكلم عن موضوع ام اي، هتقول لي يبقى هي ام اي، ماشي، ما هي عشان احنا بنتكلم عنه، انما في الامتحان انت جايب لك حاله واحد عامل لانج بايوبسي، هي دي اللخبطه وكل الناس اتلخبطت فيها بسبب كده. لانج بايوبسي، هي الناس هتبتدي تفكر ان ممكن يكون السبب ليه علاقه بالعمليه، ليه علاقه باللانج، خرمنا البلوره، عملنا نيموثوركس، عملنا هيموثوركس، ويبتدي يفكر في 100 سبب. طب ممكن يكون جاله ام اي، تقول لي ام اي ايه علاقتها بالعمليه؟ يا سيدي مش لازم يكون في علاقه مباشره، جاله ام اي، مش اي حد ممكن يجي له ام اي عادي يعني، جات له ام اي مايوكارديال انفاركشن بعيدا عن التفسير. المهم ان دي حاجات كلها ام اي، مالناش دعوه بقى عمل لانج، عمل برين بايوبسي، عمل اي حاجه، ان دي حاله ام اي واضحه جدا من البرزنتيشن بتاعتها. فهو دلوقتي عنده ايه؟ عنده طبعا كارديوجينيك شوك، وواضح المشكله اللي في الهارت من decreased cardiac output زي ما قلنا، والincreased pulmonary capillary wedge pressure. تمام؟ اهميه البلمونري كابيلاري ويدج بريشر زي ما هو كاتب لك هنا علشان تاكسكلود البلمونري ايتيولوجي. الناس اللي اختارت في السؤال ده نيوموثوركس او بلمونري امبوليزم، ما هم فكروا بقى بعمليه اللنج بايوبسي. طب يا فندم الانكريزد البلمونري كابيلاري ويدج بريشر ينفع يحصل مع بلمونري كوز؟ لا، ده يحصل مع كاردياك ايتيولوجي، لما يكون الليفت اتريال بريشر كبير
يبقى ايه اللي معلي الليفت اتريال بريشر؟ هل نيوموثوركس تعليه؟ لا. هل البلمونري امبوليزم يعليه؟ لا برضه. تمام؟ فنتمنى تكون واضحه الحته دي. اللي بعده دايجنوز سريع جدا بسيط بس ممكن يلخبط. واحد الاي سي جي بتاعه ما فيهوش اس تي سيجمنت اليفيشن. عارفين الام اي بتجيني ب اس تي سيجمنت اليفيشن في كتير من الحالات، وبوزيتيف كاردياك انزيم. تختار ام اي ولا تختار انجينا؟ الجولد ستاندرد بتاعنا دايما هو الكاردياك انزيم. معنى ان الكاردياك انزيم موجوده يبقى عضله القلب ماتت، يبقى دي مش انجينا. طب ليه ما فيش اس تي سيجمنت اليفيشن؟ عادي، ما هو المايوكارديال انفاركشن زي ما انت عارف كنا بنقسمها حاجه اسمها ستيمي ونون ستيمي. ستيمي يعني اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، ده نوع بيكون فيه اس تي سيجمنت اليفيشن، ونوع اخر ممكن ما تبقاش اليفيتد ولا حاجه، نون ستيمي ان ستيمي زي ما انت شايف. الاهميه ترجع لايه؟ للكاردياك انزيمز، هي اللي بتقول لنا دي ام اي ولا انجين. بمناسبه بقى كلامنا على موضوع الشك، ركز معايا في الحته دي عشان مهمه جدا. ازاي بقى افرق، نستغل الموضوع ده عشان نعرف ازاي نفرق بين جميع انواع الشك. يمكن انت فاكر شويه منها من ستيب 1، هتلاقي في شويه اضافات دلوقتي في ستيب 2 هتساعدك جدا في التشخيص. يجيب لك سؤال حاله ينفع تتداخل فيها الاسباب من كارديوجينيك وسيبتك شوك وهايبوفوليميك شوك. طب انا اعرف ازاي هي انه نوع منهم؟ من خلال الهيموداينامكس زي ما احنا لسه متكلمين من شويه في البريشرز والفوليومز والحاجات دي. طيب ايه بقى المعايير بتاعتي اللي انا ابص عليها فبالتالي اعرف نوع الشك؟ ببساطه عشان تعرفها انت يهمك هتشوف الهارت ده ماشي ازاي. الدم اللي جاي على الهارت بتشوف البري لود، يبقى البري لود بريشرز. بتشوف الافتر لود، تمام، اللي هو ما بعد الهارت بقى، وبتشوف الهارت نفسه من خلال كاردياك اندكس، تمام، والاكسجين كونسامشن بتاعه. يبقى بصيت على الحاجات دي كلها انت تقدر تعرف وتميز اي نوع. طب تعالى نتكلم على اول نوع اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو كارديوجينيك شوك. اعتقد مفيش اسهل منه. كارديوجينيك يعني القلب بايظ. تفتكر البري لود هيبقى عامل ازاي؟ اكيد كتير جدا. صح ولا لا؟ بري لود هيكون كتير، القلب مش قادر يطلع الدم، فمال يجي الدم يشحن في الاتريا والقلب مش قادر يطلع، فبالتالي البري لود يكون كتير. بري لود الناحيه اليمين بقيسه ببساطه بقسطره رايت اتريال بريشر، البري لود، تمام، هيكون كتير. بري لود الناحيه الشمال هتعرفه ازاي؟ صح لسه قايلينه من شويه، من خلال البلمونري كابيلاري ويدج بريشر. ليه يا عم؟ ما احنا لسه قايلين هذا البريشر هو معبر عن الليفت اتريال بريشر. طب ما هو الليفت اتريوم هو ايه؟ شو بري لود؟ بري لود الناحيه الشمال، بري لود الناحيه اليمين رايت اتريوم، بري لود الناحيه الشمال ليفت اتريوم. اعرف ان الناحيه الشمال ازاي؟ مفيش قسطره هتدخل جوه الليفت اتريوم كده يعني بشكل مباشر، بنعرفها من خلال حاجه اسمها pulmonary capillary wedge pressure. الاثنين بيكونوا زايدين لان الاثنين بري لود. اعرف الارقام؟ يا ريت تعرف الارقام علشان في اسئله ما يكونش مكتوب فيها النورمال. النورمال في الرايت اتريال بريشر الطبيعي ضغط الرايت اتريوم 4 ملم ميركوري، الناحيه الشمال هتكون اعلى منها شويه 9 ملم ميركوري. انا بتكلم على ايه؟ على الاتريوم، اوعى تلخبط، الفنتريكل ضغطه مختلف. مالناش دعوه بالفنتريكل دلوقتي، انا بتكلم عن ضغط الاتريوم. يبقى 4 طبيعي اليمين، 9 طبيعي شمال. ماشي، هذا هو البريلود. طيب تعال نتكلم على الهارت نفسه. يا اخي دي محتاجه كلام. هي الحاله اسمها ايه؟ اسمها كارديوجينيك شوك. يعني تفتكر الكاردياك اندكس والبامب فانكشن، قدره القلب على ضخ الدم هتكون عامله ازاي؟ اكيد قليله جدا. ده هو اساس الموضوع ان القلب ده مش قادر يطلع دم، فهتلاقي كاردياك اندكس قليله. ايه بقى الرقم بتاعنا؟ بنقيسه بكميه الدم اللي بيطلعها القلب كل دقيقه موزعه لكل متر مربع من مساحه الجسم. لتر بير مينيت بير متر، مش عارف سكوير متر يعني. الرقم بتاعنا ما بين 2.8 من 10 ل 4.2 من 10. اوكي، بس الارقام اللي فاتت هي الاهم. هنلاقي الكاردياك اندكس قليل. طيب نيجي للي بعده، افتر لود، يعني نتكلم على الشرايين. هاجي اسالك توقع كده يا دكتور الكارديوجينيك شوك، ايه اخبار الافتر لود سيستميك فاسكولار ريزيستنس؟ يجي واحد كده يشغل دماغه ويقول القلب مش قادر يطلع دم كفايه فهلاقي سيستميك فاسكولار ريزيستنس قليله. لا، بالعكس، لان القلب مش قادر يطلع دم كفايه، الجسم والسمباثيك ما يسكتش على الموضوع ده، فيبتدي يعمل فازو كونستريكشن في الجسم كله. ده يرفع ايه؟ السيستميك فاسكولار ريزيستنس. فهتلاقيها ايه؟ ما تاخدهاش كده بالاستنتاج المباشر وتروح واخدها كده افتر لود تقول لي قليل. لا، الافتر لود هو اللي هيزيد. افتر لود ماله بيزيد، تمام. بنقيس الافتر لود بايه؟ رقم كده واحد، الطبيعي طبعا 1 و150. المعادله بتاعته كانت في ستيب 1. انما ايه اليونت اللي احنا بنقيس بيها؟ حاجه اسمها داين. داين، ودي كلمه لاتينيه كده قديمه معناها باور او فورس، مقياس للقوه يعني. الداين وحده قياس كده بتساوي يعني مشابهه للنيوتن، هي بتساوي 10 اس سالب 5 نيوتن. المهم يعني ان هي وحده قياس للقوه،
تمام. داين بير سكند لكل سنتيمتر دي وحده قياس حاجه اسمها دايناميك فيسكوزيتي. تمام. اعتقد الكلام ابتدى يبقى قريب للموضوع بتاعنا. دايناميك فيسكوزيتي هي القدره او القوه المطلوبه ان انت تاوفركم الفريكشن الموجود في الفلويد اللي في الفيسل اللي انت ماشي فيه. انت محتاج قوه قد ايه عشان تاوفركم الفريكشن ده. فعشان كده هي دي بتعبر عن السيستميك فاسكولار ريزيستنس. داين سكند لكل سنتيمتر اس 5. تمام. ايه الرقم بتاعنا النورمال؟ 1.150. انا بس حبيت يعني لو انت حابب تعرف التفسير بتاعها، بس المهم انك تعرف ان الافتر لود ماله بيزيد. مش لازم يقول لك الرقم، هيحط لك سهم لفوق وخلاص. اخر حاجه بنبص عليها في الموضوع ده هو حاجه اسمها MVO2. ايه ال MVO2 ده؟ عباره عن اختصار لكلمه مايكارديال فوليوم اوكسجين كونسامشن، يعني قدر استهلاك هذا القلب للاكسجين. تفتكر يا دكتور يا فاضل قلب بايظ مش شغال، مايكارديال انفاركشن وانتهى على كده، الاكسجين كونسامشن بتاعه ماله يكون كتير؟ هو اساسا ده الخلايا بتاعته ماتت وجات له جلطه وقفلت الدم اللي جاي له اصلا يعني. فده طبعا هتكون قليله الاكسجين كونسامشن بتاعه النورمال ما بين 60 ل 80%. ده بيتقاس بان احنا بنجيب الكوروناري بلاد فلو وبنضربه في الاكسجين، الاستهلاك الاكسجين في الجسم، يعني الفرق ما بين الارتريز والفينز بيطلع كميه الاكسجين دي بنضربها في الكوروناري بلاد فلو فبيطلع لنا هذه النسبه. مايكارديال فوليوم اوكسجين كونسامشن طبعا هيكون قليل في حاله كارديوجينيك شوك. ماشي. اتمنى نكون فهمناها، معلش طولنا فيها لان هي مهمه يعني. الهايبوفوليميك شوك، طب تعالى نستنتجها. هايبوفوليميك يعني انت مثلا نزفت كميه دم كتيره جدا لدرجه انك داخل في شوك. اكيد طبعا البري لود ماله هيكون ايه؟ قليل. هو في دم اصلا؟ مفيش دم، هيكون قليل البري لود على الناحيه اليمين والشمال. الكاردياك اندكس برضو هيكون قليل، كميه الدم اللي القلب بيطلعها اكيد قليله لان ما انت مفيش دم اصلا. تفتكر القلب هيطلع دم كتير ومفيش دم؟ طبعا هيكون قليل. الفاسكولار ريزيستنس مالها تكون قليله ولا كتير؟ الجسم هيسكت؟ لا ما بيسكتش. هايبوفوليميك شوك يعمل فازو كونستريكشن في الجسم كله فيبتدي يرفع لك الافتر لود. يبقى هي عامله زي كارديوجينيك. عامله زي كارديوجينيك. الفرق ما بينهم بس في حته ايه؟ ان البري لود قليل. لو تلاحظ ان الهايبوفوليميك زي الكارديوجينيك تيبيكال. شايف اللخبطه تيجي منين؟ هما الاثنين زي بعض. الفرق ما بينهم في حته البري لود هيكون في الهايبوفوليميك لان مفيش دم اصلا هيكون قليل. الفاسكولار ريزيستنس برضه هتكون زياده والاكسجين كونسامشن برضه هيكون قليل. ليه يا ترى؟ ما فيش دم، هيستهلك اكسجين منين؟ هو في دم اصلا؟ ما واحد نزف كل الدم اللي عنده يعني. تمام. هايبوفوليميك شوك، كارديوجينيك شوك. ادخل على اللي بعده السبتيك شوك. السبتيك شوك ده عباره عن ايه؟ بسبب البكتيريا طلعت بقى كميه، يعني عملت ستيميوليشن لبوليكلونال بقى ليمفوسايتس وحاجات كده، فطلعت سايتوكاينز كتير جدا، دايليشن في الجسم كله، كل الفيسلز وسعت. تمام. برغم ان انت في دم موجود بس الفيسلز وسعت جامد والضغط وطي. طيب هلاقي القياسات بقى بتاعتنا عامله ازاي في حاله زي كده؟ البري لود مش هيتاثر قوي، التاثير غالبا بيكون على الناحيه الارتيريال اكتر، فبنقول نورمال تو لو، يعني ناحيه البري لود بتكون نورمال تو لو. طيب معلش انزل تحت على الافتر لود. الافتر لود هيكون ماله؟ ها، حد هيقول لي السمباثيك هيشتغل ويضيق البلاد فيسل زي اللي فاتت؟ لا طبعا. ده هي اساسها اصلا السبتيك شوك في ايه؟ ان هي بتعمل ديفيوز فاز دايلاتيشن، يعني فالجسم مش هيقدر يعمل حاجه في الحته دي لان ده سبب المشكله، انها عندها سايتوكاينز كتير فعامله فاز دايلاتيشن، فبالتالي الافتر لود في حاله السبتيك شوك بيكون قليل. وهو ده الاختلاف ما بينه، الاختلاف كبير يعني ما بينه وبين الكارديوجينيك والهايبوفوليميك. الافتر لود قليل والبري لود ممكن برضو يكون قليل. تمام. طب ايه اخبار الكاردياك اندكس؟ في الاثنين اللي فاتوا قلنا الهارت مش بيطلع دم سواء عشان بايظ او عشان ما فيش دم اصلا، لكن في حاله زي كده السمباثيك، ما هو السمباثيك شغال بيخلي الهارت يعمل ايه؟ يجيب اقصى قدره عنده. لا بقى يا عم القلب، انت ما انت مش انت سليم؟ هو انت فيك جلطه ولا MI ولا حاجه؟ انت زي الفل. يبقى معلش بقى تنقبض وتزود كميه الدم على قد ما تقدر اللي انت بتطلعها، فبالتالي في حاله السبتيك شوك هيكون الكاردياك اندكس كتير. اكيد في اللي فاتوا لازم يكون قليل وفهمنا ليه. هنا هيكون كتير عشان رد فعل الجسم عشان يحاول يظبط الوضع اللي باظ ده يعني. وبالتالي الاكسجين كونسامشن هيكون عامل ازاي؟ هيكون كتير. مش القلب بقى شغال جامد، اكيد الاكسجين كونسامشن بتاعه بقى اكتر. تمام. هي موضوع جانبي موضوع الشوك بالنسبه للMI، بس كان لازم نفهمه كويس، الاسئله فيه اتلخبط كتير قوي يعني. عودة تاني بقى للمايكارديال انفاركشن، وواحدة من الأسباب المهمة بتاعتها عايزين نتناقش فيها شوية برضو، من الحاجات اللطيفة اللي هي مش جديدة علينا. الكوكايين يوز. مش احنا عارفين ان الكوكايين بيعمل انجينا وبيقفل الكوروناري ارتري، فبالتالي ممكن الكوكايين
لو واحد واخد اوفر دوز كوكين يحصل له ايه؟ يقفل الدم جامد لدرجه ان هو يجي له MI، وممكن كمان يبقى فيه جلطه تتكون في الحته اللي ضيقه دي. يعني الموضوع مكلكع جامد بتاع الكوكين يوز. تعال ناخد اوفر فيو عنه علشان هو لما يجي لي في السؤال اعرف احله، مش بس من خلال MI لكن كمان كل الحاجات الاسوشيتد معاه. واحد واخد كوكين، ايه بقى المنظر اللي هتشوفه عليه في الاعراض؟ صح كده وتخيل معايا الكيس جايلك. كوكين ده بيعمل ايه؟ ده اندايركت سمباثو مايميتك. يعني ايه؟ يعني بيزود السمباثيتك بشكل اندايركت، ان هو بيوقف الري ابتيك بتاع الكاتيكولامينز زي الدوبامين زي النورادرينالين الحاجات دي كلها. فبالتالي سمباثيتك هايبر اكتيفيتي، تلاقي عيان الكوكين ده ماله قلبه بيرفرف وهايبرتنسيف دايليتد بيوبل. ما الدايليتد بيوبل ده ايه؟ ده سمباثيتك الالفا ريسبتورز. ماشي، ايه كمان؟ الهارت بقى موضوعنا النهارده، تشيست بين بسبب كوروناري فازو كونستريكشن وسايكوموتور اجيتيشنز، وممكن الموضوع يوصل معاه لسيجرز. كل ده بسبب السمباثيتك الشديد جدا في الجسم كله. ممكن الموضوع يوصل لمضاعفات صعبه زي موضوعنا النهارده، اكيوت مايكارديال اسكيميا، انجينا وMI. الضغط العالي جدا، ما هو رفع له ضغطه. الضغط العالي جدا يعمل ايه؟ يعمل حاجتين مهمين جدا اوعى تنساهم. الضغط العالي يعمل اورتيك دايسكشن، يتقسم الاورطه كده نصين الوول بتاعه، وطبعا ممكن ينزف انتراكرينيال هيموريج، حاجات كده كلها قاتله اللي هو بياخد اوفر دوز من الكوكين. طب انا الحقه ازاي ده عيان الكوكين؟ ببساطه انا هديله حاجه تهديه على كل المستويات. ايه هي الحاجه دي؟ العلاج السحري الجميل البنزودايازيبينز. البنزو هيهبط كل حاجه، هيوطي الضغط وهيقلل السمباثيتك وهيريح كل حاجه. تمام؟ فده دواء البنزودايازيبين. مش بس هكتفي بيه، لان احنا بنتكلم برضو ده بقى عيان كاردياك، فانا هتعامل معاه ككارديولوجي مش بس بنزو. انا هديله اسبرين علشان ريسك للثرومبوزس، هديله علشان البين هديله نيتروجليسرين يخفف بقى الحمل على الهارت شويه، وكالسيوم شانل بلوكرز. الحاجات دي كلها كويسه قوي طبعا زي ما احنا عارفين عشان البين. ايه رايك يا استاذ يا دكتور اديله بيتا بلوكر؟ مش احنا متعودين بيتا بلوكر ده حلو وبيهدي وبتاع وينفع مع الحالات اللي فيها اسكيميا؟ نيفر، كونترا انديكيتد. ليه؟ كده انا مش فاهم طب، انا مش مذاكر فارما، انا ما اعرفش اي حاجه، ما عدتش جنب الكليه دي. بقول لك واحد بيزود له السمباثو الكاتيكولامينز. يعني انت لما تدي له بيتا بلوكر هيشتغل حرفيا على الالفا ريسبتور بس. تخيل الكاتيكولامينز بكميات رهيبه بتعمل ستيميوليشن للالفا ريسبتورز فقط. هيرفع الضغط طبعا بشكل شديد جدا، هتموت العيان وانت واقف لو اديت له ايه؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر بديها لواحد عنده اسكيميا ماشي بس ما عندوش كوكين، مش واخد كوكين، فيحطها لك في الاختيارات. واحد عنده مايوكارديال انفاركشن وجايب لك الECG بتاعه وجايب لك الكارديك انزيمز بتاعته وكل الكلام ده، وفي الاختيارات حاطط لك بيتا بلوكر. لو انت ما خدتش بالك من باقي الاعراض ان ده واحد كوكين، يبقى ده سؤال طبعا اجابته غلط تماما. طب ممكن حد يسال سؤال تاني هنجي بقى بعد شويه في التريتمنت بتاع الMI، يقول لي ما ممكن اديله فايبرينوليتكس؟ مش احنا في الMI بندي؟ هنقولها دلوقتي. طبعا بندي، بس في الكوكين ما ينفعش. مش بريفيرد زي ما هو كاتب لك. ليه؟ ضغطه عالي، معرض جدا انه يجي له انتراكرينيال هيموريج، ما اقدرش اديله فايبرينوليتكس بسهوله. الحاجات دي هو معرض اصلا ان هو ينزل. طب اعمل له ايه ده يا دكتور علشان الحق القلب بتاعه؟ ادخل بقسطره كاردياك كاثيترايزيشن واعمل له ريبرفيوجن. تمام؟ يبقى تاني، عين الكوكين انا عرفت ان ده كوكين مش كاردياك بس، لا ده كوكين. بنزودايزيبين، اسبرين ونيتروجليسرين وكالسيوم شان بلوكر. اوعى تدي بيتا بلوكر، ما تديش فايبرينوليتكس، وممكن تركب له قسطره. تمام، تدخل بقسطره قصدي. السؤال هنا على الحته دي لطيف خالص، بيقول لك حاله نون ستيمي يونج بيشنت. طبعا يونج بيشنت هيكون في الادمانات المختلفه، الكوكين والكلام ده كله هيكون اكتر في يونج بيشنت. بالاضافه لحاجه ثانيه ان الMI بسبب الاثيروسكليروزس مش هتكون في يونج اكتر، هتكون في الناس الكبار. فده بيرجح ان ده كوكين انتوكسيكيشن. جاي لي ايه بقى؟ تشيست بين واجيتيشن ودايليتد بيوبل، يعني سمباثيك شديد جدا، وكمان تشيست بين يعني ممكن يكون حاله انجينا. فهو الاختيار بيقول لك ايه السبب؟ هتقول له اثيروما، سموكينج، مش عارف ايه، وكوكين انتوكسيكيشن، لان في دايليتد بيوبل واجيتيشن. ده اللي بيؤكد لي حته ان ده بسبب كوكين انتوكسيكيشن. بمناسبه بقى كلامنا عن الاعراض وربنا يبعدنا عن سيره الاعراض، ايه بقى الموضوع ده؟ هي بيكلمك في الحته دي، ودي حته حلوه جدا ليك بقى، يعني مش هتفرق قوي في الاسئله، عن نسب الاعراض المختلفه للاكيوت كوروناري سيندروم. يعني ايه؟ يعني كم في المية من الحالات يجي لها تشيست بين وكم في المية يجي لها معرفش ايه؟ خلي بالك ده غير اللي قلناه من بدري في الانجينا، كلاسيك سيمتوم والاتيبيكال ومش عارف الحاجات دي.
وقلت لك ساعتها ان ده مش معناه ان هو لو ما جالوش كلاسيك تشيست بين يبقى روحوا البيت. لا، احنا بنقسم الناس عشان البري تيست بروبابيلتي والموضوع اللي احنا ذكرناه ده يعني. انما دلوقتي احنا لازم نكون عارفين كويس قوي ان ممكن الام اي تجيني بكل لسته الاعراض دي. طبعا 80 ل 85% من الحالات هيكون فيهم تشيست بين، 70 ل 75% من الحالات هيكون عندهم ضيق نفس ديزني، وبعد كده شويه حالات تدخل على النوزيا والفوميتنج. تخيل واحد عنده ام اي، وخصوصا بقى الرايت شويه، الرايت ام اي والانفيريور ام اي تجيني اكتر بالحاجات اللي هي بقى بيجاستريك بين وفوميتنج ونوزيا. يعني واحد كل شكوته، طبعا اكيد دكاتره القلب نشوف قصتهم كتير قوي، بيقول لك اوعى تمشي حد جاي لك بحرقان كده اهو من غير ما تعمل له اي سي جي. لا طبعا، تخيل واحد من النسبة 10 ل 15% اللي احنا بنتكلم عليها دي وجاي بإبيجاستريك بين، حرقان كده اهو في فم المعدة يا دكتور، فتروح انت مديله شوية أدوية كده بي بي اي وحاجات كده تخفف له الحموضة ويموت بعدها، لأنه طلع من النسبة اللي هي 10 15% عنده أكيوت كوروناري سيندروم وجاي لك بإبيجاستريك بين. تمام؟ فدي انك انت تكون عارف نسب الأعراض المختلفة يعني. الاتيبيكال سيمتومز بقى تكون عند مين اكتر؟ هو ده بقى السؤال. مين الناس اللي يجي لها اكتر؟ مش التشست بين بقى، حته الفوميتنج والنوزيا والابيجاستريك يعني ممكن تيجي في كل الناس طبعا، بس اكتر شويه نلاقيها في الفيميلز، شويه نلاقيها اكتر في الاولد ايج، وفي الدايابيتكس ربما يعني ليها علاقه بالنيوروباثي اللي عندهم ميبي. بس هي دي المجموعه يعني اللي احنا بندور عليها. هي لو جاب لك في السؤال واحده ست عندها 70 سنه ودايابيتك، توقع بقى ان الابيجاستريك بين اللي هو بيقول لك عليه ده ممكن يكون ايه؟ ام اي. يبقى عشان ما نستبعدش الام اي من الاسئله ولا حتى في حياتنا العمليه، لان ده طبعا دي تنقذ بيها حياه الناس يعني الكلام ده. آه السؤال اللي بعد كده ده بيدخلنا في موضوع حلو قوي، الهارت ساوندز. يا دكتور واحد عنده acute myocardial infarction، ممكن اسمع حاجه بالسماعه؟ يعني انا عارف انها هتقولي مش رفاهيه دلوقتي، بس احنا ممكن نتسأل فيها. هو موضوع الاوسكالتيشن بتاع الميوكارديال انفاركشن. ممكن اسمع ايه؟ اسمع اكسترا هارت ساوند. احنا عارفين الهارت ساوند الاساسيين اس 1 واس 2. ايه الهارت ساوند الزياده اللي ممكن اسمعه؟ خليك عارفها كده واوعى تنساها، اس 4. الاس 4 ده غالبا لما بيكون موجود غالبا بيكون بسبب مرض. احنا عارفين الهارت ساوندز الاس 3 والاس 4 ممكن يكونوا طبيعيين، بس الاس 4 بالذات بيكون اكتر مع يعني يكون بسبب باثولوجي موجود. فمع الاكيوت مايوكارديال انفاركشن اسمع اس 4. بنسميه ايه الاس 4 ده؟ زي ما هو كاتب لك كده، اتريال جالوب. يعني ايه اتريال جالوب؟ اتريال جالوب يعني هذا الصوت بسبب الاتريوم نفسه. جالوب معناها انه ايه؟ زي جري الحصان كده اهو، لما يكون بيجري كده اهو سريع الهارت في تاكيكارديا مع الاس 4 تسمعه بالصوت ده بالظبط يعني. الاس 4 ده ايه سببه؟ بنتكلم دلوقتي بالتفصيل عنه. اتريال جالوب يعني في لحظه الاتريال كونتراكشن، لما الاتريال يعمل كونتراكشن عشان ينزل الدم بتاعه بينزله في الفنتريكل. تخيل لو الفنتريكل اللي قدامه ده فيري ستيف، بقى حته حديده. المفروض الفنتريكل يكون يعني كومبلاينت شويه، اول ما الدم ينزل يوسع حبه صغيرين. لا، الفنتريكل ده بقى حته حديده، الدم اول ما ينزل يروح خابط فيه. في الميوكارديال انفاركشن ما بقاش الدم، ما بقاش الفنتريكل زي الاول، ما بقاش عنده القدره ان هو يريلاكس كده هو مع الدم ويكونتراكت ويريلاكس زي الطبيعي، يعني مش كومبلاينت زي الاول. فعلشان كده ممكن يجي له اس 4 اتريال جالوب. تمام؟ فاهمينها ولا لا؟ عشان هنقولها دلوقتي بالتفصيل يعني. ايه الهارت ساوند اللي ممكن اسمعه مع الاكيوت فيز؟ اول ما العين جاله ام اي، اول ما احط السماعه كده اسمعه، ممكن اسمع اس 4. اسمع اس 4 ليه؟ لان ده بسبب ان الاتريال جالوب. اتريال جالوب يعني في الاتريال كونتراكشن او من الاتريم ينزل الدم، الفنتريكل مش فليكسبل زي الاول، مش كومبلاينت زي الاول، فالدم يخبط فيه يطلع الصوت ده. طيب اس 4 ده بسمعه فين بالظبط يعني وانا حاطط السماعه على العيان؟ بسمعه قبل الاس 1 على طول. مش هما ترتيبهم 1 2 3 4؟ فهو 4 ده بيكون قبل 1. فبسمع انا الطبيعي اسمع ايه؟ يعني ايه ده؟ اس 1 اس 2. في الاس 4 لما اجي اسمعه بقى قبل الاس 1 على طول، لازق فيه. فاسمعها ازاي؟ ركز كده. تمام؟ اتمنى بس حاولت اوصلها كده اهو يعني. فانا بسمع صوتين كده اهو في الاول، اس 4 اس 1 بعد كده اس 2، اس 4 اس 1 بعد كده اس 2، عشان دي مهمه جدا في الاوسكالتيشن. طيب نستغل بقى الفرصه في الكلام عن الهارت ساوندز
ونراجع الجالوب هارت ساوند ونفهمها كده بسرعه. الاس 3 والاس 4 احنا لسه متكلمين عن الاس 4 وده مشكله رئيسيه جوه الفنتركل، تمام، ان هو ستيف. طب اما الاس 3 ده بيحصل امتى؟ تعال نفهم الترتيب الاحداث. اس 2 ده عباره عن ايه؟ اس 2 لما بيجي يقفل الاورتيك فالف بيعمل اس 2، فطالما الاورتيك فالف قفل بيبتدي الفنتركل يفتح بقى الميترال فالف علشان ينزل الدم باسيفلي قبل الاتريال كونتراكشن، ينزل اغلب كميه الدم بتنزل في المرحله دي. هي دي بقى نقطه الاس 3. لو كميه الدم اللي نازله دي كتيره جدا، وبالاخص لو الفنتركل ده اوفرلي كومبلاينت. هنقول ايه اوفر كومبلاينت دي دلوقتي؟ يعني ايه كومبلاينت؟ بيوسع بسهوله جامد يعني. بس مهمه جدا كميه الدم ان هي تكون كتيره بالنسبه للفنتركل. ينزل الدم يحصل له ايه؟ عارف لما تدلق بقى كميه كبيره جدا من الفلويد هتلاقيه في تربلنس، الفلويد بيخبط في بعضه جوه. اهو التربلنس ده هو اللي بيعمل الاس 3، تمام، بسبب ايه؟ غالبا الهاي بلاد فوليوم اجينست الفنتركل اللي احنا شايفينه، اللي هو كمان هيزود الصوت اكتر لو الفنتركل ده كمان كان كومبلاينت او اوفرلي كومبلاينت. بنسمعه امتى؟ بنسمعه بعد الاس 2، تمام، بنسمعه اثناء الفيلنج بتاع الفنتركل بس بشكل باسيف اللي هو قبل الاتريال كونتراكشن على طول. علشان كده الاس 3 انا ممكن اشوفه في حالات كومبليتلي نورمال، زي ايه مثلا؟ هنا الاطفال الهارت بتاعهم اوفرلي كومبلاينت، اليونج اثليتس، اليونج ادلتس، وخصوصا لو اثليت ممكن اسمع فيه اس 3 الفنتركل بتاعه كومبلاينت قوي. البريجننت دي عندها كميه كبيره من البلاد، احنا عارفين ان بيزيد كميه الدم وبيكون في زياده طبعا في البلازما اكتر من ريد بلاد سيلز في حالات البريجننسي، فده برضو يعمل لي اس 3. طب امال ليه بقى الابنورمال كونديشنز؟ قلنا الفرق بين اس 3 و4. اس 4 غالبا باثولوجي. الحاجات بقى الابنورمال طبعا لو سن كبير، الهارت فيلير، لان في الهارت فيلير بيكون في الفنتريكل في كتير من حالات الهارت فيلير بتكون ان هو اوفرلي كومبلاينت، بيوسع جامد، واسع قوي بزياده يعني، تمام. الحاجه الثانيه ريستريكتيف كارديوميوباثي، ممكن في بعض الاحيان في الحالات المتاخره منها ممكن نشوفه، لان الفنتريكل كميه الدم اللي بتكون نازله هو مش قادر يستوعبها، فبتكون برضو بالنسبه له كتيره. الحاجه الاخيره الهاي كاردياك اوتبوت ستيتس، يعني اي حاجه بتزود الهاي بتعمل زياده في الكاردياك اوتبوت، زي مثلا الانيميا، الثايرويد، كل الحاجات دي هي هاي اوتبوت، فبرضه كميات دم كتيره جدا نازله على الفنتركل هي دي اللي بتعمل لي الاس 3. طيب امال الاس 4؟ قلنا الاس 4 ده بسبب ان انت الفنتركل ستيف، في مشكله في الفنتركل، الدم لما بينزل بالاتريال كونتراكشن اندفاعه بيخبط في الفنتركل جامد، فالفنتركل ده لو ناشف هيطلع الصوت جامد قوي اللي هو الايه؟ الاس 4. فقلنا الاس 4 ممكن الاقيه في السن الكبير جايز، يعني يمكن زي ما قلنا نرجعها بقى لان هو هيكون ستيف مثلا مع الاولد ايج، لكن ما يكونش طبيعي ابدا في السن الصغير. اس 4 ما ينفعش ان احنا نسمعه في السن الصغير. ممكن يكون في حالات الفنتريكولار هايبرتروفي نفس التفسير، او زي ما قلنا دلوقتي الاكيوت مايكارديال انفاركشن. طيب احنا عرفنا ازاي بنسمع الاس 4. الاس 3 بسمعه ازاي؟ لازق في اس 2 على طول، يعني تسمعه كده اهو، تمام، تن كده اهو، اس 3 ورا اس 2 على طول. طبعا دي صوره لشكل حاله من حالات الهارت فيلير زي ما احنا شايفين، وواضح قوي هنا اوسع بكتير من التاني. بص بيوسع قد ايه بالنسبه للطبيعي، ده هنا ده النورمال، فعلشان كده المنظر اللي احنا شايفينه ده يخلي الدم لما ينزل يحصل له تيربulence، يخبط في بعضيه ويعمل دوامات كده جوه نسمع صوته. طيب هو بالمناسبه في حد ممكن يسأل سؤال حلو جدا، ركز معايا، يقول انا معلش يعني انت قلت ان اس 3 ده بيلزق في الاس 2، طب انا افرق ما بينه ازاي وما بين السبليت اس 2؟ مش في حاجه اسمها سبليت اس 2؟ اس 2 ده عباره عن ايه؟ اورتيك كومبوننت وبلمونري كومبوننت. مش في احيانا في الطبيعي وفي احيان كتير جدا في باثولوجي بيقول لك في سبليت اس 2، مش عارف بالمونري هايبرتنشن وحاجات كده اهو كتير. افرق ما بينهم ازاي ولما بما ان هما الاثنين تقريبا في نفس التوقيت كده هم مع بعض؟ بص، اول حاجه ان الاس 3 لو بيتشد، الكلام ده يعني يفيدك جدا حتى لو ما جاش سؤال واضح في الامتحان، بس مفيد قوي يعني. لو بيتشد، فعشان كده اسمعه اكتر بالبل مش بالدايفرام بتاع السماعه. احط البل اللي هو الناحيه الثانيه من السماعه اسمع الصوت الاس 3.
انما السبليت اس 2 لا، بيكون هاي بيتشد، اسمعه بالدايفرام، بالحته المفروده دي بتاعت السماعه من الناحيه الثانيه. تمام، دي حاجه. طيب تفريق احسن من كده كمان ايه مكانه؟ الاس 2 ده بسبب الاورتيك والبلمونري كومبوننت، فاسمعهم فين؟ فوق، باراسترنال. الاورتيك يمين السترنم، البلمونري شمال السترنم، اسمعهم فوق. انما الاس 3 لا، ده صوت جاي تحت في الفنتريكل، اسمعه عند الكارديك ايبكس. تمام، يبقى اسمعه بالدايفرام، سوري بالبلد، واسمعه عند الايبكس، وخصوصا اكتر لو عملت العيان في الليفت لاترال ديكيوبيتس بوزيشن. ده هيفرق معايا جدا لو تخيل جالك سؤال في الامتحان وحاطط لك بقى، عارفين احنا في الامتحانات ستيب 1 و 2 بيجيب لك بقى سماعه وتغير مكانها وتخليها بيل ودايفرام، تفرق ما بين السبليت اس 2 والاس 3. دي حاجه جامده جدا بالحاجات اللي احنا لسه قايلينها، ان هو نسمعه بالدايفرام وعند الايبكس.